وأول ما يبتدي يغلي نحاول نشيل الريم يعني عشان لا يسود عندنا المرق. ونرجع نشوف الوقت كم بقي. باقي 15 دقيقة وهذا اللحم استوى، ونضيف عليه الملح الخشن. خلاص. هنا طبعا انا قطعت بصل عشان نقليه ونحطه على الوجه والكشنة. اضيف عليه ملح ناعم عشان الموية تنزل، عشان اقدر اقليه بسهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين ناخذ البصل ونقليه ونطلع نص الكمية ونترك الباقي عشان نضيف عليها اللحم. خلصت ما شاء الله الساعة ونص. بعدين اللحم ما شاء الله هذا هو مستوي زايد. طبعا لحم العزايم لا تكتفي انك تحطي زيت وملح وشوية خل وكركم وبهارات وتدهني فيها الذبيحة وتدخليها في الفرن، هذه كفاية. هنا حطيت شوية زعفران وكركم، بحط عليها مرق، ما راح احط عليها الماء عشان احطها على وجه الرز. ما احتاج الا هذا. هذه البهارات، هذه شوية مرق، هذه اللحم. الريحة عجيبة 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 عجيبة. شفتم كيف يصير اللحم على سكن. بعدين هو المفروض انه هذه نحط على وجه اللحم يدخل الفرن. بس انا اللحم كمية قليلة عندي لانه عائلتي صغيرة واخذهم اولادي يطلعون برا، بس انا ابوهم. الحين اقفل عليه واخليه يتشرب الريحة والطعم. الآن الرز يستوي ما شاء الله، بس كذا تنشف الموية احط عليها الكركم والاشياء الثانية. ما شاء الله تبارك الله. هذا هو الرز منثور. طبعا احنا ما نبغى نحركه عشان ما يختلط مع بعض. هذا الجزء الابيض وهذا اللي عليه الرمان. والريحة ما يحتاج اوصف. صحتين وعافية على قلوبنا. سهمكم في الجنة ان شاء الله. ما شاء الله. هذا هو اللحم تحمر وضبط. هذا البصل صراحة ريحته وطعمه شيء فوق الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. احط هذا على جنب واغرف الرز. حوريكم في النهاية ان شاء الله. بسم الله. هذا اللحم نحط المكسرات والبصل